أنا عايزة أرد على سؤال مهم جدا. هل إحنا بنختار شريك حياتنا بوعي أو بلا وعي؟ أنا بقول بلا وعي، الناس بتقول بالوعي. أنا عايزة أثبت لكم إن إحنا بنختاره بلا وعي. يلا بينا. أكلمكم على حالة أنا اتعاملت معاها. هي جت تشوفني علشان خاطر قالت لي أنا مش قادرة أفهم إزاي كل ما انجذب لحد ألاقي البني آدم ده في الآخر يطلع من صنف واحد حتى لو هما رجالة مختلفين، وفي نفس الوقت بعد وقت اكتشف ان بلاقي نفسي في نفس المطب وبيحصل لي معاه بالظبط نفس الحاجه. فانا عايزه ارد على السؤال ده. يعني معناها بالعربي كده بالبلدي ان انا بختار حد بيأذيني او حد مش بيلبي احتياجاتي. ليه بيحصل كده؟ فانا بقول لكم انه اللاوعي هو اللي بيختار. عايزه احكي لكم النهارده ازاي اللاوعي بيختار. لما انا كنت صغير، احنا كعيال صغيرين احتياجاتنا العاطفية لم تلبى بطريقة حقيقية، فاحنا واحنا صغيرين اتحبينا بطريقة مشروطة. فالطريقة المشروطة اللي احنا اتحبينا بيها هي اللي احنا اتعلمناها كموديل لازاي هنتحب. بمعنى لو واحدة بنت كانت بتتضرب من امها او من ابوها وهي صغيرة، وابوها وامها بيقولوا ان هما بيحبوها، بالنسبة لها الضرب والحب حاجة واحدة. فهتلاقي نفسها بتدور على حد. مع الوقت هتكتشف ان البني ادم اللي هي اختارته كشريك او ابتدت تحبه بني ادم مع الوقت هيبتدي يمد ايده عليها. ليه؟ لان في عقلها الباطن الحب عبارة عن ضرب. او انا امي حبتني بطريقة باردة، ما بتقربش مني، ما بتحضنيش، لكن بتقولي انها بتحبني، بتعمل لي الاكل، بتذاكر معايا، بتدعمني في مذاكرتي، لكن ما بتحضنيش. فانا بكبر كبني ادم الاقي نفسي مع الوقت مثلا بالذات الرجاله ما بيحبوش حد يحضنهم ولا يتحضنوا، فنخش في العلاقه الحميمه او نبتدي نحب واحده بنت والبنت تقول لي ايه، هو ما بيقوليش حتى انه بيحبني، هو بيعمل حاجات بتوريني انه بيحبني لكن ما بيقوليش انه بيحبني. ولما احاول اقرب منه واقول انا نفسي اتحط اقعد في حضنك الاقيه كده ارتبك. الارتباك ده جاي منين؟ جاي ان هو اتحب بطريقه معينه. فاحنا كلنا اتحبينا بطريقه معينه محتاجين نكتشفها. ليه؟ علشان خاطر الحب المشروط ده احنا اتأذينا منه وفي نفس الوقت اكتسبنا منه كل اللي اكتسبناه في حياتنا. اتحبينا بالطريقة دي، كبرنا محبوبين بالطريقة دي، وبنينا شخصيتنا اللي بتتحايل مع الطريقة دي، واتعلمت ازاي تتعايش مع الطريقة دي، وده بنى شخصيتنا. فشخصيتنا عبارة عن دفاعاتنا عن الألم والخزي والخوف والحرمان واللي احنا عشناه لما اتحبينا بطريقه مشروطه. في ناس اتحبت بطريقه مشروطه مؤذيه قوي، وفي ناس اتحبت بطريقه مشروطه كويسه ومعقوله. الناس اللي اتحبت بطريقه معقوله عندها دفاعات وانفعالات في حياتها معقوله، والناس اللي اتحبت بطريقه مرضيه عندها دفاعات في حياتها مرضيه. فاللي عندهم مرض في الحته دي محتاجين يتعاملوا معاها بطريقة أعمق شوية من الناس اللي دفاعاتها ممشية الحال. فنرجع تاني للقصة. القصة بتقول إيه؟ إن أنا اللي بيحصل لي وأنا صغيرة والحب المشروط ده وكل اللي اتكبت فيا أنا بخزنه في جسمي، وده بيعيش في جسمي كطاقات عاطفية بتتخزن في عقلي الباطن. اللي بيتخزن في عقلي الباطن، الناس لما بتبقى تقولك ايه، انا لازم انسى الماضي واعيش حياتي. للاسف محدش يقدر ينسى ماضيه. الماضيك عامل زي ضلك اللي ماشي معاك، انت تقدر تخلص من ضلك ما تقدرش تخلص من ضلك. الشمس بتخليه احيانا كبيره واحيانا صغيره على حسب انت ماشي ازاي، والشمس وجهتها زاويتها عامله ازاي، بيكبر وبيصغر. ده بالظبط اللي بيحصل مع كل اللي انت شايله في عقلك الباطن، بيكبر وبيصغر على حسب انفعالاتك في الحياة والمواقف اللي بتتحط فيها. بتدوس على الزراير دي وتفعلها قوي او ما تفعلهاش خالص. فدي حاجة زي ما تقول ايه، نايمة
جواك ومحتاجه حاجه تيجي من بره تدوس عليها تقوم مفعلاها. فاللي بيحصل ايه؟ ان العقل الباطن ده لما انت اتحبيت بطريقه مشروطه انت وتوصلت الى نتائج معينه، انا ما تشافش، انا مش مهم، انا اختي اهم مني، انا اخويا اهم مني، انا اختي احلى مني، انا ابويا بيحب اخويا اكتر مني. ده بيبني اعتقادات. الاعتقادات دي بتفضل برضو راسخه مع التجربه في عقلك الباطن. فالحياه عباره عن قوانين، الحياه العاطفيه والعقل الباطن شغال بقوانين. لو احنا فهمنا قوانين هنبطل نقول اصل حظي، اصل انا مش عارفه بيحصل لي كده ليه، بس هنبتدي ناخد مسؤوليه لاننا ابتدينا نفهم اللي بيحصل. فده معناها ان مسؤوليه تصليح الحاله في ايديا. فده بيديني قوه لكن بيديني مسؤوليه. كل واحد فيكم بقى يقرر عايز ياخد مسؤوليه ولا مش عايز ياخد مسؤوليه، عايز يفضل يعاني من الحاله ويفضل ضحيه، ولا عايز ياخد مسؤوليه ويبتدي يطلع من الحاله ويبتدي ياخد يجازف بانه يعمل حاجه تانية. انا بديكم المعلومات واعملوا بيها اللي تقدروا عليه. فايه الحكايه؟ الحكايه انه كل اللي اتخزن في عقلي الباطن بالاعتقادات اللي عندي بيشتغل في الحياه زي مغناطيس، بيروح المغناطيس ده بيروح يوهمني ان البني ادم ده حلو، عينيه زرقاء، بيقول لي كلام لطيف، بيعمل مش عارفه ايه، عاجبني. اخش في العلاقه، بعديها بشويه الاقي ان الراجل ده لطيف في الكلام، لكن لما انا اطلب منه يبقى معايا في موقف معين بيختفي، بيوعد وما بيعملش. لو احنا ركزنا هنلاقي ان الراجل ده بيحبني بالطريقه تشبه قوي ماما كانت بتحبني ازاي، بابا كان بيحبني ازاي، او اخويا بيحصل بيني وبينه ايه. حاجه ليها دعوه بطفولتك، حاجه ليها دعوه بالطريقه اللي انت اتحبيت بيها، او الطريقه اللي انت بتهرب من انك تحس انك انت اتحبيت بيها. كل واحد بقى ايه عنده تركيبه كده معصوجه شويه، ففي العصوجه بتاعتها بنفك الشفره بتاعت البتاع دي. الكلام ده انا بشتغل عليه في حاجه اسمها الخريطه العاطفيه. بحب اعمل الخريطه العاطفيه بتاعت البني ادمين عشان الخريطه العاطفيه بتساعدك انك انت تفهم انت بتتفاعل ازاي. بس ما علينا، النهارده احنا عايزين نتكلم في ايه. انا بختار ازاي البني ادم ده؟ انا بختاره لان عقلي الباطن مخزن المعلومه اللي طب ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه اروح ادور على بني ادم يخليني تاني احس ان انا مش محبوبه بالطريقه اللي انا عايزاها، وانا كل اللي انا عاملاه بكل نيتي ان انا الاقي بني ادم يديني اللي انا عايزاه؟ لسبب بسيط جدا، انت ما كنتش حاسس بانت عايز ايه. انت حاسس، انت عارف انت بتدور على ايه، بس ما انتش داريان انت بتدور عليه ازاي. بمعنى هديلكم مثل. هنلاقي مثلا ايه؟ انه انا عايزه امان، فانا بدور على الامان ازاي؟ بعمل نفسي كده بنت محتاجه حد يحتويها ويحتضنها. اقوم ادور الاقي ايه؟ الاقي واحد راجل عجباه البنوته اللي عندها خش كده اللي مش بتودي مش عارفه ايه وبتاع، فيجي يحبها. ليه؟ الراجل ده عنده قصه بالمشقلب، عنده قصه بالظبط. العاشق والمعشوق بتاعي، العاشق بتاعه اللي هو المعشوق بتاعي بيقول انا محتاجه حد يحميني، فانا كده. هو عنده قصه بتقول ايه؟ انا بدور على ست عشان احميها، عشان احس ان انا عندي قيمه في الحياه. فنروح ايه؟ حابين بعض، هو عايز يحتويني وانا عايزه احتوي، يخشى علينا حلوين بنحب بعض نموت في بعض نروح متجوزين. بعد شويه ابتدي الاقي ان الراجل ده اللي بيحتويني عنده مشكله في السيطره. احتوائه في معناه الاكبر بيحب السيطره. انت جايه منين؟ اصل انا خايف عليكي. انت رايحه فين؟ لا مش ضروري تشوفي بين الفلاني. على ايه؟ طب ما احنا كويسين مع بعض. طب مش عارفه ايه. طب ما تخرجيش. طب ما تعمليش. احس ان انا ابتديت اتخنق، فيبتدي يبقى عندي صراع داخلي بين الحته الحلوه اللي هو بيديهاني والحته اللي بتخنقني. بيبتدي نشوف المشكله. الكونفليكت، الصراع بيبتدي في الحته دي. ليه؟ لان هو
بيعرف يحتوي لكن بيعرف يعمل كنترول. ما هي بتيجي التركيبة بتيجي مع بعضيها. وانا عملت نفسي ان يعني انا لا لي حيلة ولا قوة علشان اجذب حد يحتويني. فانا زي ما تقولوا ايه، بقدم شخصية لكن ما بقدمش كل حاجة، وهو بيتقرب بشخصية ما تبينش كل حاجة. فهي دي ايه الدفاعات اللي احنا اتعلمناها، الحيل الدفاعيه اللي احنا اتعلمناها علشان نقدر ناخد امان. انا اتعودت اعمل نفسي كده ان انا عشان حد يجي يحتويني. انا اتعلمت اعمل كده عشان حد يجي يحضني، حد يجي يقول لي يا اختي اخدك اساعدك مش عارفه ايه اوصلك عشان اخد بالي من. انا اتعلمت اعمل كده. فانا في جزء مني حتى لو كان قوي انا تنازلت عنه. لما الراجل بقى يبتدي يخنقني الحته دي تبتدي تطلع، الراجل يبتدي يخاف يقول لك مش هي دي الست اللي انا جوزتها، وانت تقولي ايه مش الراجل ده اللي انا جوزته، انا عايز واحد يحتويني مش واحد يخنقني. ليه؟ لان في عدم تناسق بين الحيله الدفاعيه اللي احنا اتعلمناها وبين الاحتياج الحقيقي اللي احنا تنازلنا عنه. سامعين انا بقول ايه؟ الطريقه اللي انا بقدم نفسي بيها واتعامل بيها مع العالم دافعت بيها عن احتياجي الحقيقي للامان، لان محدش حبني واداني امان وانا صغيره بالطريقه الطبيعيه اللي انا كنت فيها. فانا اتعلمت اتمسكن كده واعمل فيها يعني ولا ليا ولا حيله ولا قوه علشان خاطر يقدروا يدوني حاجه. في ناس بتاعيه عندها دايما صداع، عندها صدرها، عندها قلبها، عندها بطنها، عندها اسهال، عندها بتاع عشان ماما تديها الاهتمام اللي هي ايه ما بتديهولهاش. فاحنا بنأذي نفسنا عشان ناخد حاجه مش قادرين نوصل لها. فلو احنا فهمنا التكه دي هنفهم احنا ليه بندور على حد في الاخر بيطلع في شنك. ليه؟ لان حكمه الحياه ان انا عن طريق البني ادم اللي انا اخترته ده اللي مش بيديني اقدر اشوف جرحي الحقيقي فين وهو عبارة عن ايه، واحاول اصلح الحاجة اللي وجعاني عن طريق مواجهتها، ففك العقدة العاطفية اللي موجودة جوايا والاعتقادات اللي اتبنت، لان الحياة ماشية بقانون الجذب. فلو انا في دماغي بقول انا ما استاهلش، انا مش هفضل اجذب ليا ناس بتقولي انت ما تستاهليش. بصرف النظر في اللعبة اللي احنا بنلعبها علشان نغري التاني احنا بنعمل ايه. انتوا فهمتوا انا بقول ايه؟ فاحنا محتاجين نبتدي نشوف في العلاقة اللي احنا فيها او البني ادم اللي احنا منجذبين اليه ايه الجرح اللي متداس عليه في العلاقة، وابتدي اشتغل على الجرح ده. كفايه عليكم كده النهارده عشان بعد كده ايه هنخش بقى الجرح ده هنعمل فيه ايه، طب ونلاقيه ازاي، طب ومش عارفه ايه وايه، وده محتاج حلقات تانية. خلينا واقفين هنا كده كفايه، يلا بينا.